هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن روتين اسبوع في حياة طالبة ثانوية عامة. بس قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعارات يلا نبدا. المهم اني انا مش عارفه هاخدكم قد ايه، اسبوع، اسبوعين، 10، لحد ما نخلص الكيمياء ان شاء الله. فانا قررت اني هصور الفيديو ده. انا مش عارفه يا جماعه، انا كل ما اصور فيديو مذاكره في حد يقول لي، او في مش حد، اكتر من حد يقول لي ان خافي على الحسد ومش عارفه ايه. انا عارفه ان انتوا خايفين عليا، بس انا مش بؤمن بالحسد اصلا. ان انا ابقى اخاف من الحسد، لو خليت اني اخاف من الحسد فالحسد هيجيلي، الحاجه اللي احنا بنخاف منها هي اللي هتجيلنا. فانا منزله الفيديو مش بقول للناس شوفوا انا بذاكر ايه او بعمل ايه، انا منزله الفيديو عشان اشجع اي حد عاوز يذاكر يشوف الفيديو ده يقوم يذاكر. مش عايزه حد، مش منزله الفيديو عشان اقول انا بذاكر قد ايه. يا جماعه انا مش بذاكر اصلا، يعني مش هكتب يعني، مش بذاكر. عايزه الم المتراكم. المهم ان انا رقمت 3 محاضرات كيمياء من اول اسبوع ثانويه عامه. انا بدات ثانويه عامه بعد ما بدات ب3 اسابيع، فعشان كده انا رقمت كيمياء، فاهمين؟ فانا هقعد اذاكر. انا مش عارفه انا بقول ايه، انا بقول حاجات مالهاش علاقه ببعض. المهم عملت كوبايه القهوه دلوقتي وصليت. اللي هيقول لي في الكومنتات بتصلي ازاي، بقول لكم انا مش ناقصاكم بامانه. المهم اني صليت، وبعد ما صليت وقريت الكتاب المقدس عملت كوبايه القهوه وبشربها اهو. ودلوقتي هبدا على طول اعمل التودو ليست وهبدا. هو التودو ليست النهارده مش هيكون فيها غير فيزياء، عايزه اخلص المحاضره ونص المتراكمه. هما مش محاضره ونص، هما محاضرتين الا تلت، فهيخلصوا النهارده، يعني هيخلصوا النهارده. يا الفيزياء النهارده، يعني يا الفيزياء. انا كل يوم اقول كده يا الكيمياء، بس الكيمياء ما بتتلمش، فخلينا يا الفيزياء النهارده. فجبت الكتب وهقعد اذاكر النهارده. مش عارفه هقدر احل في الكتاب اللي بتاع الامتحان ده النهارده ولا ايه، بس هشوف. ماما لو كشفتني اني جايبه قهوه هتشلوحني. انا بشرب قهوه من وراهم عامه. فتعالوا مع بعض نشوف المحاضره اللي اتقفلت عليا دي هنفتحها ازاي. فالمفروض المحاضرة دي 4 ساعات ومش عارفة بكام، استنوا. فالمحاضرة دي 4 ساعات و15 دقيقة. المحاضرة اللي بعدها مش عارفة 5 ساعات وشوية كمان، استنوا هنشوف. فين المقاومة الكهربائية؟ هي المقاومة الكهربائية دي المحاضرة الثالثة. تمام، المحاضرة الثالثة 5 ساعات ويعني 6 ساعات. يعني المفروض ان انا اخلص محاضرة 4 ساعات وربع، لا طبعا مش كلها، يعني انا في جزء سامعاه، واخلص محاضرة 5 ساعات و55 دقيقة، غير الحل، غير المذاكرة، غير الامتحانات. اعتقد ان مفيش وقت، هبدأ على طول مذاكرة. هعمل التودو ليست وهنبدأ على طول. تمام. انا كده خلصت المحاضرة الاولى، كنت سامعة منها فيديو وهي كانت 5 فيديوهات. جيت لكم تاني وانا ما خلصتش اللي حصل امبارح، ونمت وما خلصتش غير محاضرة وذاكرتها ولخصتها. انا كنت سامعة منها جزء وكان في 4 اجزاء، سمعت 4 وذاكرتها ولخصتها بس. اقعد بقى احل الواجب واسمع المحاضرة اللي بعدها، هي 5-6 ساعات. المحاضرة اللي بعدها 6 ساعات يا جماعة. والمحاضرة بتاعت امبارح قفلت عليا اصلا،
فانا هعملها تاني مد تاني. فدلوقتي انا خلصت الواجب والشامل خلصته ورجعت على الدرس الاول وده لا مش هنا، وحلت الامتحان. خلصت كده المحاضرة التانية، فاضل التالتة. عملت ايس كوفي للمرة التانية، هو مفهوش كافيين. الصبح كنت عاملاه بقهوة سريعة ذوبان فيها كافيين، دلوقتي عاملاه بقهوة سريعة ذوبان فري كافيين، يعني عادي اشرب 2 في اليوم عادي جدا. فبصوا يا جماعة، المفروض المحاضرة دي يومين وهتنزل المحاضرة اللي بعدها، ودي كام قد ايه؟ ايه ده مش مديني الوقت؟ فين الوقت؟ بصوا الوقت 6 ساعات حرفيا يا جماعة، 6 ساعات. فيديو 2 3 فيديوهات ما سمعتهمش، بس مش قادرة. هنام دلوقتي وهقوم بدري يحلها ربنا، عشان قرفت وتعبت الاتنين. فدلوقتي هقعد اذاكر الرياضة المتراكمة عليا، مش متراكمة عليا رياضة. انا هقعد اعمل ايه؟ هقعد اذاكر الرياضة اللي خدتها النهاردة. كان المفروض اعمل جنبها شوية كيمياء، بس للأسف الشديد مفيش وقت ان اعمل كيمياء. لو خلصت الرياضة بس اصلا ده يبقى كويس اوي كمان. تمام. المهم ان انا ذاكرت الفراغيه وفاضل وقت، يعني فاضل وقت يعني لحد لما انام يعني كده. فهاخد بريك بسرعه وارجع احلل لي نص الواجب او شويه من الواجب. هو مش هياخد وقت واجب الرياضه اصلا، فعشان اريح من على قلبي بعد كده، لان كده كده عايزه اذاكر المنهج كله من اوله لاخره، عشان عندي امتحان على كل اللي فات المره اللي جايه. فدلوقتي هقعد اروح اخد بريك وارجع احل واجب الفراغيه اللي انا ذاكرته. انا رحت الدرس تمام، انا كان عندي درس فرغيه فرجعت ذاكرته، دلوقتي المفروض احل عليه. فانا هزود تاسك اللي هو حل على الواجب. انا كنتش عامله اني هحل على الواجب، بس مش هلحق اصحح واجب الكيمياء عشان عندي 30 سؤال او حاجه زي كده غلط. فهضطر ان انا احل واجب الرياضه بداله، فاهمين؟ فانا هزود تاسك والغي ده. وبس كده يا جماعه، الفيديو بيكون خلص. وحبيت اقول لكم ان الفيديو ده مصوراه حوالي من اول 9، يعني من شهر بالظبط يا جماعة. فالمذاكرة دي مش مذاكرة دلوقتي، اكيد اتغيرت وحاجات كتير قوي اتغيرت. وبس ده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير وشعارات. باي.